السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم دائما في قناة مطبخ إلياس المتنوع. الوصفة ديالنا اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم الحلوى الهلال بالكاوكاو. كتجي رائعة 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 بزاف. شوفوا معايا كيفاش كتجي مرملة من الداخل وكيجي فيها واحد المذاق اللي رائع بزاف، وبمقادير اللي اقتصاديه كيف ما غتشوفوا معايا، وبواحد السر اللي كيعطيها واحد المذاق كيجي لذيذ 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 بزاف. هاد الحلوى ديال الهلال كنتمنى اخواتي انكم تبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقه التحضير ديال الحلوى ديالنا اليوم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات، الله يجازيكم، وكذلك واحد التعليق يكون زوين ومحفز، وتبارطاجيو فيديو مع الاحباب والاصدقاء والعائله. وبقاو معايا حتى الاخير باش نشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقه التحضير. غادي ندوزو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنا واحد نص كاس ديال الزيت، وعندي واحد كاس ديال الكاوكاو مهرمش، عندي انا هنا مخلط الكاوكاو البلدي والرومي، ونص كاس ديال السكر سنيده، وعندي واحد الحبه ديال البيض اللي في درجه حراره المطبخ. وهذا هو السر اللي كيعطي واحد المذاق رائع رائع لهاد الحلوى هذه. عندي واحد 3 ديال المثلثات ديال الجبن، وعندي كذلك واحد الساشي ديال خميره الحلويات اللي من وزن 8 غرام، وواحد القبيصه ديال الملحه، وكذلك واحد الساشي ديال السكر بنكهه الفاني، وعندي واحد 125 غرام ديال الزبده، تقريبا واحد نص رابعه ديال الزبده. غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد القصريه، غادي نبدا اول حاجه غادي نضيف الملحه وداك الفاني وكذلك السكر سنيده كيف ما شفتوا معايا اخواتي نص كاس، وغادي ناخذ كذلك الزبده كيف ما قلت لكم 125 غرام ديال الزبده، وضروري انها تكون يعني في درجه حراره المطبخ، يعني تحاولوا انكم تكونوا جابدينها من الثلاجه من قبل باش تساعدكم في الخدمه. صافي اول حاجه غادي نبدا بهذيك السنيده والزبده، هكا كنخلطهم مع بعضياتهم حتى كينسجموا لي مع بعضهم. صافي من بعد كنزيد كذلك داك نص كاس ديال الزيت، وكنبدا نخلط غير بشويه بشويه حتى كيبداو ينسجموا لي مع بعضياتهم. صافي من بعد مباشره غادي نضيف هذيك الحبه ديال البيض. صافي وغادي نبقى على هاد الطريقه هذه اخواتي مستمره حتى غادي نكمل كميه المقادير اللي عندي كامله. كيف مشوا معايا اخواتي المقادير راهم جد اقتصاديه، مقادير اللي بساط وحلوه اللي خفيفه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف، وكتوجد معنا في رمشه عين، راه ما كتشدش اليد ابدا. صافي هنا كيف مشوا معايا خديت داك 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث كيف مشوا معايا. وبالنسبه لداك الكاوكاو راه حتى هو طحنته كيف مشوا معايا. كنحاولوا اننا نطحنوه يعني ما يبقاش عندنا صحيح بزاف. المهم كنهرمشوه اولا يعني بغيتو تسحقوه غير ما تخليوهش حتى يعني تعلك لكم بزاف، حاولوا انكم تخليوه مرمل شويه. صافي حتى هو كيف مشوا معايا ضفتو على باقي المقادير اللي عندي. وهنا غادي ناخذ الدقيق غادي نضيف الزلافه الاولى، وكذلك الساشي ديال خميره الحلويات اللي كيف مشوا معايا من وزن 8 غرام. صافي وغادي نبدا ندخل داك الدقيق في الخليط غير بشويه بشويه. وغادي ناخذ كذلك الزلافه الثانيه غادي نبدا نضيفها تدريجيا، ما غاديش نضيفها دفعه واحده لان بعض المرات الدقيق كيكون كيشرب بعض المرات ما كيشربش. المهم الزلافه الثانيه اخواتي حاولوا انكم تبقاو تضيفوها تدريجيا. صافي هنا كيف مشتوا معايا كنضيف الدقيق كنبقى نخلط غير بشويه بشويه حتى كيبدا داك الدقيق كيدخل في العجين. طريقه اخواتي ديال هاد الحلوه هذه راه طريقه اللي ساهله، الحلوه اللي كانوا كيديروا جدودنا والدينا، حلوه اللي رائعه رائعه واقتصاديه ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. يعني يمكن لكم تستعملوها هكا في الاعياد او لا حلوه دوزوا بها اتاي، راها كتجي رائعه ولذيذه.
هنا كيف ما شفتوا معايا راه العجين بدا كيتجمع ليا. فبالنسبه اخواتي لهذا العجين هذا فاخده ليا 2 زلايف ديال الدقيق كيف ما شفتوا معايا. صافي هنا ديك الكميه اللي بقى ديال الدقيق فرا خويتها كامله صافي، وغادي نتحصل على النتيجه اللي غادي يخصني العجين. يعني العجين ما كيكونش كيلتصق في اليدين وكذلك ما كيكونش قاصح. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي العجين ما كيلتصقش في اليدين وكذلك ما كيكونش قاصح. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ساليت العجين راني درت اول حاجه درت الفران يسخن وصافي عاد جيت بديت كنوجد فيها. غادي ناخذ واحد لاطه اللي غادي ندخلهم فيها الفران، فرشت لها ورقه الفرن كيف ما شفتوا معايا ديك القلابه اللي حاطه تما حاطاها باش تخلي ليا الكاغيط يعني غير يشد راسو على ما نبدا نحط. صافي وكنمسح سطح العمل اللي غادي نخدم فيه هذا الهلال هذا، وكناخذ هكا واحد الكره كتكون يعني لا باس بها، ما كتكونش كبيره بزاف وكذلك ما كتكونش صغيره لانه العجين راه فيه الخماره فمازال غادي يتنفخ لينا في الفران. صافي وكنحاول انني نبقى نشكل هكا على شكل هلال وكنحاول اننا نرقوها لانه العجين كيتنفخ باش ما تجيكمش من الداخل خضراء اولا معجنه. هانتوما على هاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. والطريقه اخواتي راه ساهله، كنحربلوها هكا في الاول صافي من بعد كنبقاو نقادو بها على هذا الشكل هذا بالاصابع ديالنا. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا اخواتي ساليت تقريبا الكميه اللي عندي راه ما شاء الله. غير هذا الشيء هذا راه خرجت ليا هاد الطاوه هذه الكبيره وتقريبا شي 4 ديال الحبات اخرين. بالنسبه اخوات كندخلوها الفرن اللي كيكون سخون مزيان مزيان، كندخلوها كطيب من التحت على نار اللي كتكون مهيله حتى كتبان لكم انها تحمرت من التحت. صافي وكتهبطوها تحمر من الفوق غير واحد شويه صافي على هذا اللون كيف ما شفتوا معايا. وكنخرجوها من الفران. من بعد ما كنخرجوها من الفران كنخليوها حتى كتبرد، يعني ما كتكونش سخونه. كناخذوا هنا سكر كلاصي، هنا استعملت سكر كلاصي عادي كيف ما قلت لكم، يعني راه وصفه الاقتصاديه ما فيهاش شي مقادير اللي غاليين او لا شي حاجه صعيبه، مقادير اقتصاديين جدا. خديت سكر كلاصي عادي تقريبا واحد نص رابعه راه غادي تكفيكم ديال السكر الكلاصي، وكنمرمدها فيها كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. راه كتجي رائعه 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 بزاف، كتجي لذيذه وكيجي فيها واحد المذاق رائع ديال داك الفاني مع داك الفرماج وكاوكاو، كيجي عاطيها واحد المذاق اللي لذيذ. صافي هنا كنحاولوا اننا ندوزوها في داك السكر كلاصي غير بشويه بشويه لانها راه كتكون هشيشه، ويعني الى وركتوا عليها فراه دغيا تهرس ليكم. فحاولوا انكم غير بشويه بشويه كدوزوها في السكر كلاصي صافي وكتحطوها مباشره في الصح اللي غادي تقدموها فيه. وكنأكد اخواتي انكم ما تمرمدوهاش في السكر وهي باقا سخونه، لانه الا درتوها في السكر وهي باقا سخونه فداك السكر غير غتبقاو ديروها فيه غيبقى يذوب، يعني ما غيبقاش شاد، ما غتبقاش شاده لكم داك السكر في حال هذا الشكل هذا. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيوها يعني بلا سكر فيعني هكا كيكونوا يعني عندهم السكر او شي حاجه ما كيبغيوش هاد كثره السكر، فحاولوا انكم ما تمرمدوهاش غير هكاك، راه حتى هكاك راه كتجي لذيذه بزاف. انا راه يلاه كنت خرجتها من الفران وخديت منها واحد الحبه وهي باقا سخونه ومع ذلك كتجي لذيذه كيف ما قلت لكم واخا بلا سكر، يعني بلا ما مرمده بلا حتى حاجه، ومع ذلك كتجي رائعه بزاف. وشوفوا معايا ما شاء الله خرجت لي هاد الطبيسيل هذا الخير والبركه كيف ما قلت لكم. وكيف ما شفتوا معايا الحبات يعني راه ماشي صغيورين راهم كبيبرين تبارك الله. شوفوا معايا نتوما راه ما شاء الله يعني حبات كبيبرين وخرجت لي تبارك الله هذا الخير. كنتمنى اخواتي ان تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم وكذلك يكون عجبكم الفيديو، والى عجبكم كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات الله يجازيكم، وتخليوا لي واحد التعليق يكون زوين ومحفز، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والعائله. والى جربتوا الوصفه كنتمنى انكم تخليوها لي في التعليق، ونتلاقاو اخواتي ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.